السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش تصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام. النهارده هعمل لكم احلى شويه محشي. ما كانش عندي اي حاجه غير الورق صراحه، عشان عاملاه الساعه 12 بالليل. لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. هعمل لكم احلى حله محشي هوريها لكم دلوقتي معاكم. بصوا اللفه، اهم حاجه اللفه. انا ما كانش عندي محشي اصلا، لقيت جارتي جابت لي حله محشي وبتنجان، وجابت لي كمان شويه الخلطه. قلت اما اعملهم النهارده، قلت لازم اعملهم معاكم واوريكم كل حاجه. طلعت بقى 3 وراك كده من الفريزر، قلت اوضبهم بقى عشان ايه اسقي المحشي بتاعي. حاطط بقى جوز الطيب، فلفل، ملح، حبهان، طماطمايه، بصلايه برضو. ظبطت الشوربه عشان ايه هي دي اللي انا هعمل بيها، وحطيت مرقه برضو. نزلت بالفراخ بتاعتي الجميله دي، وده حله المحشي اللي كانت جايباها لي. هسقيها برضو واعلق عليها. هحط بقى شويه شوربه عليها. انا بدوق اشوف الملح مظبوط ولا لسه، لقيته عايزه شويه ملح كمان. ظبطت الشوربه بقى ملحه، وسقيت المحشي ده. برضو الجيران لبعضيها، انا لما اعمل حاجه برضو هديها حلتها، لازم احط لها فيها اي حاجه برضو. الحله حتى ما كانتش نضيفه، قلت مش هقوم اغسلها لها برضو. قلت بقى اعمل المحشي، جبت الكراسه وخدت كام كده 6 ورقات من النص. هظبط الورقات بقى ايه على قد المحشي. بصوا من حلاوته انا اكلته بالورق الصراحه، هو ورق نضيف مش مكتوب فيه اصلا. بص، قطعته وظبطته كله. هحشي المحشي معايا بقى، وبالهنا والشفا هيعجبكم قوي الطريقه دي. وكان عندي كيلو بسارية برضو، جمبري كده مش بسارية دي، وشريه ب20 جنيه، وعملت لهم احلى برضو كيلو جمبري جنب المحشي والفراخ. العيال كانت مبسوطة قوي بالاكلة دي، وكنا كلنا الناس بقوش عارفين انا عاملة جمبري ولا عاملة ايه بالظبط. العيال اتهبلوا على الجمبري امبارح والمحشي الجميل اللي انا عاملاه ده. مسافة ما حطيت الاكل كان الاكل كله خلص. بصوا الحلة ما شاء الله كبيرة وكويسة، وحشيت الكمية كلها. يعني لازم تتصرفي، اي حاجة لازم تتصرف، لو حتى ما فيش اكل ممكن تعملي من ما فيش اصلا. بصوا الاكل، ريحة بقى المحشي دي كانت جايبة العمار، هو والجمبري. بصوا ما شاء الله، عملت حلة كويسة وكفتنا كلنا، مع مع البتنجان ومع الجمبري. كان احلى اكلة. انا متأكدة الاكلة الجميلة دي هتعجبكم. وسقيتها بقى الشوربة كده وعلقت عليه، تحفة. ما تنسوش تعملوا الأكلة الجميلة دي لعيالكم، لما من أقل حاجة هتعملوها. بصوا، عملت اهي أحلى حلة محشي. اللي بيحبوا قعر الحلة ده ياكلوه. عملته لهم برضو، مش هستخسر فيهم أي حاجة، كل حاجة بعملها لهم. كل العيال عايزين ياكلوا منه، قلت لهم اصبروا الأكل مولع. اتهبلوا على طعم الأكل. ما شاء الله، الحاجة تحفة والأكل تحفة. بصوا، عملت بقى طبق ملوخية كده، ولسان عصفور، والمحشي الجميل بتاعنا. وهدوقه برضو عشان اوريهولكوا على جماله. بصوا ما شاء الله، تحفة. وعملت بقى الجمبري الجميل بتاعي. جبت حتة كده شطة حراقة عشان أنا بحب الحاجة حراقة شوية. والجمبري اهو، نزلت بالدقة بتاعتي، وهتبل بقى الجمال ده كله. يبقى أنا عملت بقى عملت الجمبري والمحشي بتاعي الجميل،
ونزلت عليه كده كله. هتبله كله كده بأسهل طريقة. واحطه على طول. كنت قادحة شوية زيت كده، ونزلت كده. رصيت الجمبري بقى واحدة واحدة، نفضيه من الدقيق وترص على طول. بصوا حكاية، الريحة كانت قلب العمارة. ده أصلا كنت بشتري الجمبري ده، يعني كان بالطبق أشتريه على بعض. وطعمه حكاية، خلص لآخر حاجة. الكيلو ما كفينا الصراحة، أنا عايزة ولا 10 كيلو. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. أسيبه بقى يحمر خالص، ياخد معايا اللون الذهبي الجميل ده. هعمل كام طاسة برضو واوريها لكم. اقلبه كده عشان يحمر، بس كده. ريحته يا خرابي عليها، حكاية. بص، ولا تقولي اي حاجة تانية، ولا جمبري ولا بتاع. هي البسارية اخر حاجة يعني اللي هتعمليها وتقبل عليها. تصفي كده كده من الزيت وتحطي لغاية ما تعملي الكمية كلها. عملت لكم بقى ايه؟ السمك بصوا مقرمش، جمبري ما تعرفوش عامل ازاي. محمد بقى اتقبل عليه. بصوا قعد ياكل فيه وهو واقف. العيال كانت جعانة وقاعدين ياكلوا، الكبير والصغير. بصوا ما شاء الله. اشوفكم على خير، مع السلامة.